لو الاهالي بيتدخلوا كتير في شغلك يبقى اكيد في حاجه غلط بتحصل وانت مش واخد بالك منها. في اخصائي كان بيحكي لي انه كتير بيسيب الاهالي يتدخلوا علشان ما يزعلوش، لكن مره بيجيب مره، وكل مره كان بيحس ان بيفقد السيطره اكتر من المره اللي قبلها. لكن لما قرر انه يرسم حدود من اول الجلسه لقى الشغل بيتنفذ احسن والتزام الاهالي اكتر. طيب تعالوا مع بعض نعرف ايه الفرق ما بين الاخصائي اللطيف والاخصائي المهني المحترف. الاول شخص لطيف بيسيب الكل يتدخل علشان يعني محدش يزعل منه. التاني مركز على اهدافه وبيرسم حدود واضحه من اول ثانيه. الاول كتر تدخلات الاهالي دايما بيخليه شغال تحت ضغط، لكن الاخصائي التاني بيشتغل بثقه اكتر ومساحه انتاج اكتر وبيساعده انه يركز على اهدافه بشكل احسن. طب وبعدين لو انت مكانه هتعمل ايه؟ قبل اول جلسه اعمل جلسه تمهيديه مع ولي الامر، اشرح فيه دورك بالظبط، وضح ان وجودك مش ضد ولي الامر او الطفل، لكن هو لتنظيم الجلسه ولتحقيق اهدافها. وبالتالي هتحتاج انك توضح لولي الامر الحدود دي بشكل واضح جدا، ايه اللي متوقع منه وايه اللي وارد يحصل من الطفل، وان انت قادر تتعامل معاه تحت اي ظرف كان. رغم كل التوضيحات اللي ممكن نعملها برضو الامر ما بيسلمش، وممكن ولي الامر يتدخل. لو حصل كده بص في عينه وخليك تقول بهدوء لو سمحت هنعمل ده بطريقتي وهنتكلم في الامر ده مره تانية. خليك فاكر ان توضيح السلطه مهم جدا للطفل ولولي الامر سوا. لو حصل لك كده قبل كده قولي في الكومنتات الموقف بالظبط وازاي قدرت تواجهه.